مراسلكم من قناة الدفاع المغربي يقدم لكم خبر اليوم. أثارت زيارة النائبة الفرنسية ريما حسن إلى المغرب جدلا واسعا في الأوساط المغربية، خاصة في ظل مواقفها المعروفة بدعم جبهة البوليساريو وولائها الكبير للجزائر. الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا أثارت موجة من الاستياء الشعبي، حيث عبر العديد من المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها استفزازية وغير مناسبة في هذا التوقيت الحساس. تعرف ريما حسن بمواقفها المناهضة للسياسات المغربية في قضية الصحراء المغربية، حيث سبق لها أن أبدت تعاطفا كبيرا مع جبهة البوليساريو، مما جعلها في نظر الكثيرين شخصية غير مرغوب فيها داخل المملكة، كما أن دعمها الواضح للجزائر في هذا النزاع جعلها موضع انتقاد في الأوساط السياسية والشعبية المغربية. خلال زيارتها نشرت ريما حسن صورا توثق لقاءاتها مع أطفال في مناطق نائية وبعض الأنشطة الخيرية التي شاركت فيها. رغم ذلك لم تمر هذه الصور دون انتقاد، حيث اعتبر البعض أنها محاولة لكسب التعاطف الشعبي وتبييض صورتها في المغرب. على الجانب الآخر هناك من رأى أن زيارة شخصية سياسية معروفة بآرائها المعارضة للمغرب قد تكون محاولة للاستفزاز أو فرض أجندة سياسية معينة. حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المغربية بشأن هذه الزيارة، إلا أن بعض المحللين يرون أن تجاهل الزيارة قد يكون رسالة ضمنية بعدم إعطائها أهمية سياسية، ويرى آخرون أن المغرب قد يتخذ خطوات دبلوماسية لاحقة للتعبير عن استيائه بشكل غير مباشر. من منظور سياسي قد تعتبر الزيارة استفزازية نظرا لمواقف ريما حسن السابقة التي تمس المصالح الوطنية المغربية. في المقابل يمكن أيضا اعتبارها مجرد زيارة شخصية تهدف إلى المشاركة في أنشطة اجتماعية دون أي نية سياسية واضحة. ومع ذلك السياق العام للزيارة وطريقة التفاعل الشعبي معها يشيران إلى أنها لم تمر مرور الكرام. زيارة ريما حسن إلى المغرب فتحت بابا جديدا للنقاش حول كيفية التعامل مع الشخصيات السياسية ذات المواقف المثيرة للجدل، وبين من يرى في الأمر استفزازا ومن يعتبره مجرد زيارة عابرة، يبقى السؤال مفتوحا: هل ستؤثر هذه الزيارة على العلاقات المغربية الفرنسية أم ستظل مجرد حدث عابر في نظر السياسة؟ شكرا على المشاهدة.